السلام عليكم. أنا اسمي أحمد وأنتوا بتسمعوا بودكاست قصص ميز. Лечу, лечу, да я в тот лесок ку. Лечу, лечу, да я в тот лесок кошечка. أهلا بيكم في الحلقة رقم 6 من الموسم الجديد من قصص ميز. حلقة النهاردة فيها أحداث حزينة، واسم الحلقة هو الجريمة في ماليبو. ومن غير ما أطول عليكم يلا بينا نبدأ. في صباح يوم الأحد 17 يونيو سنة 2018، تريستين بوديت واللي كان عنده 35 سنة طلع موبايله من جيبه علشان يشوف أحوال الطقس في مدينة أورنج كاونتي في ولاية كاليفورنيا. المدينة هي واحدة من أجمل المدن في الجزء ده من العالم، واللي موجودة على الحدود مع لوس أنجلوس وسان دييغو. والمدينة دي هي المكان اللي تريستين ومراته عايشين فيه. مراته كان اسمها إريكا وو، واللي كان عندها 36 سنة، وكان عندهم بنتين واللي كان عمرهم 2 و4 سنين. وفي اليوم ده تريستين صحي بدري وشاف حالة الطقس عشان يتأكد إن اليوم هيكون مشمس ومش ممطر، لأنه كان عايز ياخد عيلته ويروح البحر. وفعلا حالة الطقس كانت رائعة، ولكن حتى لو الجو كان ممطر أو فيه عاصفة كده كده تريستين كان هيبقى عايز يروح البحر. ده لأن تريستين هو واحد من محبي الخروج والطبيعة، وكان بيبقى في قمة سعادته وهو برا البيت وفي وسط الطبيعة، سواء كان هيخيم أو هيروح للبحر أو أي حاجة تانية. كل الحاجات دي كانت ضمن هواياته. وبالرغم من إن بناته كانوا لسه صغيرين في السن، إلا إنهم هما كمان بدأوا يبقوا زيه بالظبط، وكانوا بيبقوا في قمة سعادتهم وهم في الطبيعة مع والدهم. ده طبعا كان مفرح تريستن جدا، لأنه لقى حد بيشاركه هواياته. أما بالنسبة لمراته إريكا، هي كمان كانت بتحب الخروج، ولكن مش بنفس الدرجة اللي كان عليها تريستن. وده كان عادي بالنسبة له وما كانش مسبب له أي مشاكل. وكان بيعمل دايما تغيرات صغيرة في خروجاتهم عشان يريح إريكا، زي مثلا لما كانوا بيروحوا يخيموا، تريستن كان بيحب ينام على الأرض في خيمة، وفي نفس الوقت ده كان بيجيب مرتبة هوائية لمراته عشان تكون مرتاحة. إريكا وتريستن اتقابلوا هما في المدرسة الثانوية واتجوزوا بسرعة. بعد كده إريكا دخلت جامعة ستانفورد عشان تدرس الطب. وبالنسبة لتريستن، فكان بالرغم من إنه شخص مرح وبيهزر كتير، إلا إنه في نفس الوقت ده كان واحد من أهم العلماء في علم التطعيمات، وكان مشهور جدا في شغله. وبالرغم من إن سيرته الذاتية كانت ممكن تملى مجلدات لمجهوداته الكتير زي بحثه عن دواء للسرطان، إلا إن تريستن عمره ما غير شخصيته المرحة واللي بتحب المغامرات والهزار. وفي اليوم ده وتحديدا بعد العصر، إريكا وتريستن وبناتهم راحوا للشاطئ. إريكا كانت قاعدة على كرسي وبتقرا كتاب، وتريستن والبنات كانوا بيلعبوا في البحر. وعلى مدار الفترة اللي بعد كده، إريكا كانت بتبص عليهم من فترة لفترة، وكانت شايفاهم في قمة سعادتهم. وهي بتتفرج عليهم حست بإحساس ما حسيتوش بقالها فترة، وهو الهدوء والسكينة. تريستن كان من طبعه إنه بيعيش الحياة يوم بيومه وبيقابل كل حاجة بابتسامة، ولكن إريكا كانت عكسه، كانت دايما بتكون قلقانة. وده كان غالبا سببه إنها لما كان عندها 8 سنين والدها توفى فجأة، وكانت حاجة مؤلمة جدا بالنسبة لها. ومن ساعتها كونت نوع من البارانويا إنها ممكن تخسر كل السعادة اللي هي فيها في أي لحظة. ولكنها وهي بتتفرج على عيلتها وهم فرحانين، حست بنوع من الهدوء، فحطت الكتاب بتاعها على جنب وجريت عليهم علشان تكون معاهم. ولكن اللي إيريكا ما كانتش تعرفه إن في حاجة هتحصل هتغير حياتها كلها. بعد 4 أيام وتحديدا في يوم 21 يونيو،
إريكا كانت في البيت بتحاول تذاكر عشان كان عندها امتحان كبير في الكلية تاني يوم، ولكن في نفس الوقت كان البيت كله دوشة. تريستن لما شاف إريكا حس إنها مش قادرة تركز، وكان عارف إنهم كمان فاضل لهم أسبوع ويعزلوا لمدينة سان فرانسيسكو، وكان البيت مليان صناديق وحاجات هياخدوها معاهم، وكانوا في وسط العزال، فما كانش أفضل مكان للمذاكرة في الوقت ده. وكان شايف إنها متوترة وقلقانة بسبب الامتحان، فقرر إنه ياخد البنات ويروحوا أي مكان عشان يسيب إريكا لوحدها تعرف تركز. وفعلا تريستن عمل كام مكالمة، وبعد كده قال لإريكا إنه حجز مكان للتخييم في مدينة ماليبو في واحدة من الغابات اللي موجودة هناك. ماليبو مدينة راقية وبيعيش فيها مجموعة من الأغنياء والمشاهير. تريستن قال لإريكا إنه حجز وإنه كلم أخوها واللي اسمه سكوت، واللي كان عنده ولدين صغيرين عمرهم 3 و5 سنين، وإنهم هو والبنات وأخوها وولاده هيروحوا يخيموا هناك لمدة كام يوم. إريكا شكرته إنه بيحاول يساعدها، ولكنها كانت كعادتها قلقانة، لأن بالرغم من إن تريستن كان دايما بياخد البنات ويخرجوا، إلا إن دي هتكون أول مرة يباتوا فيها لوحدهم برا البيت من غيرها. ولكن لأن تريستن كان عارف مراته كويس فطمنها وقال لها إنه هيخلي باله من البنات وإن المكان مليان ناس والمخيم آمن. وفي الآخر إريكا اقتنعت، وبدأ تريستن يجهز العربية بعدة التخييم وكل الحاجات اللي هيحتاجوها. الأطفال كانوا فرحانين جدا، ولكن بالرغم من كل ده إلا إن إريكا كانت حاسة بنوع من الخوف. والرحلة بدأت. تريستن والبنات ودعوها وركبوا العربية ومشيوا. بعد كده خلال اليوم إريكا كملت مذاكرتها، وبالليل دخلت تنام. ولما صحيت في اليوم اللي بعده كانت متوترة عشان الامتحان، وكانت صاحية بدري وبتجهز عشان تروح الكلية بتاعتها. ولكن فجأة سمعت باب البيت بيخبط، ولما بصت على الساعة كانت حوالي 7 الصبح، واللي كان ميعاد غريب إن أي حد يجيلها فيه. فراحت بالراحة وفتحت الباب، وبمجرد ما فتحته وشافت اللي واقف عرفت إن في حاجة غلط. Куда летишь, да кукушечка, ку-ку? Куда летишь, да ты серая, ку-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 ку, кошечка. لما إريكا فتحت الباب لقت أخت تريستن، واللي كان اسمها بريسيليا، واللي جت فجأة في الميعاد ده عشان تقول لها الأخبار الحزينة. في الأول إريكا ما صدقتش، لكن في الآخر عرفت اللي حصل. في اليوم ده إريكا ما راحتش الامتحان، ولكنها ركبت مع بريسيليا عشان يروحوا لمدينة ماليبو. في اليوم اللي قبله تريستن خد البنات وركبوا العربية وساقوا لمدة ساعة ونص لحد ما وصلوا لمدينة ماليبو، وهناك راحوا المكان اللي هيخيموا فيه. بجانب إن مدينة ماليبو مليانة بيوت فخمة بتطل على البحر، فهي كمان فيها جزء كبير جدا عبارة عن غابة معزولة عن باقي المدينة، والغابة دي هي اللي موجود فيها المخيم. تريستن اتقابل مع سكوت على حدود الغابة، ودخلوا واتقابلوا مع واحد من حراس المخيم، واللي المفروض هيدلهم على المكان اللي هيخيموا فيه. ولكنهم لما وصلوا المكان المخيم لقوا إن المكان سيء جدا، وده لأنه محطوط جنب مجموعة من الحمامات العامة المتنقلة، وكمان الأرض في المكان ده كانت مايلة بزاوية جامدة، وده اللي هيخلي المبيت في خيمة صعب بالنسبة لهم. علشان كده طلبوا من حارس المخيم إنه يغير لهم المكان. وفعلا بعد شوية الحارس لقالهم مكان تاني فاضي، واللي موجود في آخر المخيم عند نهاية الجبل. ولما وصلوا هناك عجبهم المكان والمنظر، والأرض هناك كانت مستوية. وعلى مدار الساعات اللي بعد كده تريستن وسكوت كانوا بينزلوا حاجتهم من العربيات وجهزوا الخيم اللي هيباتوا فيها. وبعد ما خلصوا كل التجهيزات ولعوا نار في نص المخيم وقعدوا حواليها.
مكان النار كان بين الخيمتين، واللي واحدة منهم لتريستن وبناته والتانية لسكوت وولاده. وطول الليلة كبار والصغيرين قعدوا حوالين النار وشاووا أكل وكلوا، والأبهات كانوا بيحكوا لهم قصص مرعبة ونكت. ولما الوقت اتأخر الأطفال كلهم بدأوا ينعسوا، فتريستن وسكوت دخلوهم في خيامهم ونيموهم. وبعد كده هما الاتنين رجعوا وسهروا شوية عند النار. وبعد فترة ولما تعبوا قفلوا النار وكل واحد دخل خيمته. وقبل شروق الشمس بفترة قصيرة على الساعة 4 الفجر سكوت صحي فجأة، حس إنه سمع صوت عالي، ولكنه ما كانش عارف الصوت ده جاي منين ولا إيه هو. فضل فترة في مكانه عشان يحاول يحدد الصوت ده، وعرف إنه صوت واحدة من بنات تريستن، وكانت عمالة بتعيط في الخيمة التانية. في الأول ما قلقش لأنه عارف كويس إن نوم تريستن تقيل، وإن عياط بنته أكيد هيصحيه عشان يشوف فيه إيه. ولكن بعد ما عدى أكتر من دقيقة وفضلت البنت بتعيط، سكوت قام بالراحة من مكانه عشان ما يصحيش ولاده وخرج من الخيمة. وبعد كده اتجه لخيمة تريستن. البنت كانت بتعيط والدنيا كانت لسه ضلمة، وسكوت ما كانش شايف، فحاول ينادي على تريستن بصوت واطي عشان يصحيه، لكنه برضه ما قامش وفضل العياط مستمر. فبالراحة فتح سوستة الخيمة عشان يشوف فيه ايه، ولاحظ إن تريستن نايم، وإن بناته الاتنين واللي كانوا قاعدين حواليه كانوا منهارين. البنت الصغيرة هي اللي كانت بتعيط، واختها الأكبر منها كانت بتترعش في مكانها وكانت بتحاول تهدي أختها. سكوت ما كانش عارف ايه اللي بيحصل، ولكن البنتين لما شافوه فضلوا يقولوا كلمة واحدة: مبلول مبلول. سكوت برضه ما كانش فاهم حاجة، فبدأ يهز تريستن عشان يصحيه، ولكنه لاحظ بقعة الدم الكبيرة اللي مغرقة الخيمة واللي كانت بنتين قاعدين فيها. هنا عرف إن تريستن ما كانش نايم، إنما كان مقتول. Куда летишь, да кукушечка, ку-ку? الصوت اللي قلق سكوت وخلاه يصحى أول مرة كان صوت طلقة من مسدس، واللي حد كان بيستخدمه وضرب أكتر من طلقة حوالين المخيم. وبالصدفة واحدة من الرصاصات دي دخلت الخيمة وضربت تريستن في راسه وقتلته في لحظة وهو نايم. وبعد ساعتين من موت تريستن برسيليا كانت بتخبط الباب على إريكا عشان تقول لها اللي حصل. الأخبار دي دمرت إريكا. الشرطة قبضت على راجل اسمه أنثوني رودا وتم اتهامه بقتل تريستن. أنثوني كان عنده سجل إجرام كبير، وفي نفس وقت موت تريستن كان هو عايش بطريقة غير قانونية في الغابة. ولما اتقبض عليه لقوا معاه مسدس، والمسدس ده الأدلة الجنائية أثبتت إنه بيطابق نفس نوع المسدس اللي خرجت منه الطلقة اللي قتلت تريستن. وحاليا محاكمته لسه شغالة، وده لأنه كل شوية بيطرد المحامين بتوعه ويجيب محامين جداد، وده اللي بيأخر المحاكمة. أنثوني بينكر إنه عمل كده وإنه أصلا ملوش علاقة بالموضوع، ولكن تصرفاته في المحكمة بتقول غير كده، وده لأنه كان عنيف جدا في كل جلسات المحاكمة لدرجة إن هم اضطروا يربطوه في كرسي عشان يحضر الجلسات. ولو فعلا هو اللي عمل كده وقتل تريستن، وده احتمال كبير جدا، فالموضوع كان بالغلط وكان حادثة، لأنه أصلا ما يعرفش تريستن وكان بيضرب نار بطريقة عشوائية عند المخيم. وبكده أكون خلصت حلقتنا النهاردة. فلو عجبتك ما تنساش تعمل فولو وريت للبودكاست اللي هتلاقيه على جوجل بودكاست، أبل بودكاست، سبوتيفاي، وأي مكان تاني بتسمع فيه بودكاست. أشوفكم الحلقة الجاية إن شاء الله. سلام.